سلام يا الغاليات. شوفوا رمضان هذا راح نهبلكم بالوصفات البنينه. اليوم جبت لكم فطيره بطاطا محشيه بالدجاج من اروع ما يكون. كما شفتوني هنا في برمه حطيت البطاطا تاعي بعد ما نقيتها وقطعتها، حطيتها في الماء والملح تتغلى باش تطيب، وفي المقله وفيه زيت سخونه حطيت الدجاج اللي تبلته بالملح فلفل اكحل توابل الشاورما، وايضا شويه تاع الكركم وشويه تاع البابريكا، خليتهم يطيبوا. هنا نص بصله قطعتها وزدت قطعت الفلفل الحلو وزدتهم لهذاك الدجاج تاعنا باش يكملوا طياب مع بعضهم. هنا الدجاج تاعي لازم ياخذ تحميره باش يجينا بنين. نطيب كلش مع بعضه بالطريقه هذه، ومن بعد مع الاخر رايحه نحط رشه تاع فخوماج غابي هكا باش يزيد يجينا هذاك الحشو تاع الفطيره بنين اكثر واكثر. هنا زدت شويه تاع الزيتون الاخضر مقطع قطعته صغير وزدت لهذاك الحشو. هنا البطاطا تاعي وهي سخونه نمعسوها بالطريقه هذه، ونزيد لها فلفل كحل، شويه تاع الكركم هكا باه يعطيني اللون فقط، وشويه تاع البابريكا. بطبيعه الحال احنا حطينا طيبناها في الملح، ما نحتاجوش نزيدوا الملح. زدت لها زوج مغارف كبار تاع الفارينه هكا باه الفطيره تاعنا كي نقسموها كي طيب تجي حاكمه روحها. هنا في اللومول تاعي حطيت فيه بابي كويسون من تحت وزدت هنتو بلا مارغرين هكا باش نضمن انه الفطيره تاعي تنحى لي بسهوله، ودرت مع الحاشيه تاني بابي كويسون. هنا حطيت البطاطا تاعي ورايحه نوزعها في المول بالطريقه هذه، ونزيد نخدم نعاون بيدي باه يجي السطح متساوي وشكل الفطيره تاعنا يجينا مليح. حطيت هذاك الحشو وزعته فوق هذيك البطاطا، وزدت حطيت فخوماج غابي، وزدت من الفوق فخوماج هذاك تاع ساندويتش. الفرن راهو مسخن على 180 درجه، غير يذوب الفخوماج لانه كلش طايب. نخرجوا هذيك الفطيره تاعنا وتمتعوا باحلى وابن الطبق. جربوه في رمضان ورايحين تتمتعوا.